الله وبركاته. ازيكم مشاهديني وحبايبي، عاملين ايه؟ النهارده بقى بعمل لكم الحواوشي اللي هو العادي اللي بنشتريه من عند الجزار او من عند المحلات الحواوشي بطريقته العاديه من غير اي زياده فيه. هقدمه لكم واقول لكم هعمل ايه والمقادير معانا. تعالوا يلا نقول لكم المقادير. بسم الله ونصلي على الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا هنا المقادير. بسم الله ونصلي على الرسول عليه الصلاه والسلام. معانا هنا بصلايه كبيره مفرومه بالشكل ده، نص كيلو لحمه مفرمين معاها حته دهنه مع المفروم بتاعها. ومعانا هنا قرنين فلفل احمر واخضر اللي هم الحامين، وده حسب الرغبه، لو انت عايزه تضيفيه، مش عايزه احط رومي ممكن رومي برضو. ملح، كزبره ناشفه، بابريكا، بهارات حواوشي معلقه كبيره. معانا بقى نكمل ونقول ايه هنعمل ايه. بسم الله. طب هنبدا ننزل بالبصله بتاعتنا بالشكل ده في بوله. نبدا برضه الفلفل بتاعنا بالشكل ده كده. توابل هنحط نصها على اللحمه. بسم الله الرحمن الرحيم. النص الثاني مع اللحمه ده في البصل بتاعنا والفلفل. هنبدا ننزل باللحمه بتاعتنا بالشكل ده كده. قلبناها كويس. نبدا ايه الفلفل والبصل بالشكل ده. هنبدا ننزل ببقيه التوابل على اللحمه بالشكل ده كده. نبدا نعجن بالشكل ده. هنا الدهون اللي في اللحمه طبعا ما بنحتاجش حاجه تانية في الحواوشي. اللي يقول لك اي حاجه تانية تبقى افتكاسات منها او دي زياده، انما الحواوشي الاصلي بالشكل ده. وهنعمله النهارده معاكم. احنا عملناه معاكم قبل كده في القناه، بس عملناه ايه بعجينه عملنا عيش معجون احنا على ايدنا، عملناه عيش عجين ودخلنا فيه ايه الحواوشي بتاعنا. هنعمل النهارده بعيش بلدي وعيش شامي اللي هو العيش اللي بيتشرى اللي هو بتاع الحواوشي. طبعا بيبقى طبعا قطع وبنعمله على البوتاجاز من فوق وهتشوفوه مش في الفرن، فبيبقى ده حواوشي ايه الطاسه من فوق. هنبدا نوريكم هنعمله ازاي بعد ما عجناه هنا 10 دقايق كده عجن بالشكل ده. الله. بسم الله. هنبدا نفتح معاكم العيش اهوت بلدي وشامي. هنبدا احنا جايبين نص كيلو من اللحم المفروم وعليه حوالي 100 جرام ده، وجايبين ايه 16 رغيف هنحشيهم دلوقتي. هيحشي معانا كام رغيف المنظر ده. هنبدا نفتح معاكم العيش بالشكل ده بالراحه خالص، مش باي حاجه بايدينا كده. هنفتحه حته صغيره، فتحه صغيره. شايفين عشان برضه نفس الشيء اللي هو البلدي. هبدا من الحته اللي هي السليمه دي افتح، اللي هي مفتوحه معايا دي، وابدا ايه افتحه بالراحه خالص. فتحه ايه يا دوبك ادخل فيها اللحمه. بوريكم دلوقتي هحشيه ازاي بالشكل ده كده اهو. افتحه كده صوابعي كده بالراحه، بترتب صوابعي اهو. فتحه يبقى افتح وابدا ايه افرغه من جوه كده بالمنظر ده. تمام. وده برضه نفس الشيء. بسم الله. الوش بتاعنا انا كنت جايبه 600 جرام مش نص، هم 600 جرام وضايفه عليهم 100 جرام ده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. كميه كبيره حواوشي من العيش الحجم ده. تمام. العيش الابيض معاكم وريهولكم. شايفين فتحه ازاي الفتحه بتاعته. وابدا ايه كده بدخلنا فراغ الرغيف حسب ما انت عايزه. مليان قوي ممكن تضيفي موتزاريلا من فوق، عندك موتزاريلا. عايزه باي حشو جبن فوق اللحمه تحطيها فوق اللحمه كده من فوق كده بالمنظر كده. شايفين هو متك عليه كده بالشكل ده. واقفل فراغاته كلها المقفوله اللي انا فاتحاها بالشكل ده. نبدا نحشي معاكم بالشكل ده كده.
وحاطه في اللحمه جواه زي العجين كده. ميزه الحواوشي ده ما بياخدش ولا مجهود ولا وقت كبير بالشكل ده كده، شايفين ما شاء الله. فتحت الغيار لحد ما ابطل وافك كده من جوه على الحروف برضه، وابدا اقفل وابدا معاكم ايه الرغيف مكمله. هنسوي الحواوشي، حاطين صينيه وبرضه عاملين في الطاسه عشان تشوفوها. هحط في الطاسه السمنه كده بالشكل ده. عايزه احط سمنه، عايزه احط زيت، اللي انت عايزاه. انا هحط معاكم زيت نقطتين كده في الطاسه في الصينيه برضه. وهندهن برضه العيش سمنه بالشكل ده، ندهنه سمنه على ظهره ووشه على ظهره. طبعا انا مدهنه الصينيه. نبدا اخلي النار متوسطه. هنحط هنا اكتر من رغيف. هندهن معاكم بالشكل ده اهو من الوش. وهحطه في الطاسه. سخنت معايا. ابدا ادهن اهو السمنه، وطبعا في تحت زيت وسمنه مدهونين في الطاسه. الصينيه نفس الشيء. ابدا انزل العيش فيها، ادهنه برضو بالسمنه من الوش، وهو كده كده ايه تحت فيه سمنه. العيش البلدي اهو معاكم بنفس الشكل كده، شايفين برضو. ده الحواوشي البسيط العادي اللي في الطاسه اللي بنشتريه من عند بتاع اللحمه او بتاع الحواوشي، بنفس ما فيش اي افتكاسات فيه خالص. احنا بنعمله للي ايه عايز يعمله بسهوله، ما يبقاش ايه متعب بالنسبه له. اما الحاجات التانية اللي بنزودها في الحواوشي دي حاجات زياده من عندنا للحواوشي البيتي. احنا بنعمل حواوشي المحلات دلوقتي. هبدا كده بالشكل ده. الصينيه خدت معايا كام رغيف؟ انا عملت حوالي 12 رغيف في 700 جرام لحمه على دهن، يعني 100 جرام دهن و600 جرام من اللحم المفروم. شايفين الشكل ده؟ دهن سمنه كده، كل محتاج ادهن. وهغطي عليه يستوي معاكم. انا كده حطيت هنا 3 وهنا 4. ابدا اغطي عليه بغطا يكون كبير بالشكل ده. لسه دي لسه برضه لازم العيش يستوي معانا واللحمه تستوي جواه لسه خالص. برضه هسيبه ده شويه واغطي عليه ونشوف الطاسه. مخدش برضه اللون اللي انا عايزاه لسه. هسيبه على وشه نفس المنظر. انا مغطيه عليه النار متوسطه عشان يستوي معايا اللحمه الاول، بعد كده بعلي براحتي. انا بقلبه الوش الثاني احمر قدامه بالشكل ده كده. طبعا بتك عليه كده عشان اللحمه بتاعته تستوي، والميه فيها تسويها بالبخار كده اللي انا مغطيه عليه. وده برضه نفس الشيء احمر بالشكل ده اهو. طبعا البصل انا ما ببشروش، بقطعه قطع صغيره خالص لان البصل المبشور بيغير الطعم، فلازم اعمله قطع تبان في طعم الثانيه. نشوف الثاني بتاعنا برضه ما شاء الله. اتك عليه بالشكل ده عشان اللحمه اللي تستوي. ايه رايكم بقى؟ نبدا نغطي هنا بتاعنا. شوفوا من شكله وجماله بالشكل ده كده، شامي على بلدي ما شاء الله. لونه شكل. ابدا دلوقتي ارفع بيها. وده الحواوشي اللي خرج معايا. هبدا كده ارفع بقى واحط الباقيين معايا، وابدا احطه في بوله بالشكل ده واغطي عليه بكيسه عشان يفضل طري معايا بالشكل ده، عشان ما يلزقش فيها. انا حاطه ورق اللي هو الابيض العادي بس يكون نضيف مش مكتوب فيه حاجه. تمام. بدأنا حطينا الجديد معاكم اهو الطاجن. هندهن ايه الوش سمنه. طبعا شوفوا في الطاسه ولا في الصينيه شكله ايه. انا طبقت عليه كده ضغطه. هوريكم دلوقتي بعمل ايه عشان مع هنبدا نضغط عليه. طبعا انا دهنته سمنه من فوق وهو اصلا الوش عندي مدهون اهو بالشكل ده.
هضغط واغطي عليه واغطي النار لحد ما يستوي معايا اللحمه، وابدا اخلي النار متوسطه. بعد كده اسيبه كل وش 10 دقايق. كده على الوش ده 10 دقايق ابدا اضغط عليه كده بدي لحد ما يستوي معايا الشكل ده. يحمر معايا اهو. اقلبه على الوش التاني ده البلدي. شكل الحواوشي بعد ما خلصناه بالشكل ده ما خدش معانا حوالي نص ساعه او ساعه الا ربع على ما سويناه. وطبعا بنسوي على البوتاجاز من فوق، وحاجه سهله اللي ما عندوش فرن، اللي عايز يسويه بسرعه، حاجه سريعه وسهله. شايفين شكله استوى من جوه ما شاء الله، وحاجه ايه عظمه وجميله. وبص سخن وجميل، وحاجه كده احسن ما نشتريه من بره ويكون بزيت مش حلو او سمنه مش حلو. شايفين حبايبي منظره؟ وده العيش البلدي. شايفين شكله ما شاء الله. مقدمينه بقى مع شيبسي وحاجه ساقعه ومخلل بالشكل ده، حاجه كده تفتح النفس بصراحه. لو عجبكم الفيديو بقى يا حبايبي ما تنسونيش حبايبي في الاشتراك في القناه وفعلوا زر الجرس ولايك وشير.